عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفة كيك رخامي تحضروه القهوة العصر بطريقة جد سهلة وبسيطة وسريعة، ومقادير متوفرة في كل بيت. كيكم خفيف وهشيش وطالع وبسم الله ما شاء الله، يعني القوام تاعو اكثر من رائع. قبل ما نبداو الفيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنساوش دائما دعمي بجام، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونبداو على بركة الله بطريقة التحضير. زوج حبات بيض بحرارة الغرفة، نضيف عليهم كاس إلا ربع من سكر حبيبات، الكاس اللي قصت به 220 مليلتر، ونضيف عليهم قرصة من الملح. بالنسبة للوصفة هذه تقدروا تستعملوا الخلاط اليدوي، تقدروا تستعملوا الباتور، يعني لكم الاختيار. راح نطلعوا جيدا المقادير تاعنا حتى يتضاعف الحجم تاعها ويولي الخليط تاعنا أبيض، يعني تحسوا بلي السكر ذاب تماما. شوفوا القوام اللي توصلنا له. بعدها راح نجيبوا كاس من الزيت، نفس الكاس اللي قسنا به، ونضيفوها بالتدريج حتى الزيت هذيك نشوفوها باللي اختفت تماما، حتى الخليط تاعنا يولي رغوي ويطلع في نفس الوقت. يعني هنا اللي يستعملوا الضرب اليدوي راح يضربوا جيدا الخليط تاعهم، يعني من الاحسن هكذا باش يجيكم الكيك تاعكم ولا المسكوتش تاعكم مهوي من الداخل وفي نفس الوقت خفيف. هنايا بعد ما نكمل كامل كاس تاع الزيت اللي كنت بديته بالتدريج حتى نشوفوا كامل صاي ولا ما تبانش الزيت تاعنا في الخليط. بعدها راح نجيبوا كاس حليب يكون دافي، يعني من الاحسن يكون دافي، وراح نضيفوا نفس الشيء بالتدريج حتى تشوفوا الخليط تاعكم باللي تخلط مليح، يعني ضروري تخلطوا كامل المكونات مليح. انا راح نضيف كامل الكميه، نخلطوا جيدا، يعني ضروري تضربوا الخليط تاعكم مليح. بعدها راح نجيبوا الفارينه. بالنسبه للكميه هذه انا درت 2 كيسان ممسوحين من فارينه تكون مغربله، يعني ضروري تكون مغربله. كاول مرحله ضفت الكاس الاول ونضيف عليهم 2 اكياس من خميره الحلويات. انا اللي تستعمل خميره نواره من الاحسن، يعني خميره نواره نحسها باللي المفعول تاعها اكثر من الخميره هذه. انا كانت متوفره عندي هذه في الدار تاع خميره كريمه، لكن من الاحسن النواره لانه المفعول تاعها كما قلت لكم قوي وتخلي الكيك تاعكم يجي طالع اكثر. هنا كاول مرحله راح نخلط فقط هكذا. بعدها نشعل الباتور ونخلط جيدا الفارينه تاعنا حتى نشوفوها بلي دخلت كامل في المكونات وما ولاتش تبان معنا. بعدها راح نجيبوا الكاس الثاني كما قلت لكم كاس يكون ممسوح، راح نضيفوا دفعه كامله. بعدها راح نجيبوا الخل، اي نوع من الخل متوفر عندكم، ونضيفوا 2 ملاعق من الخل. هنا الملعقه تاعي ما راهيش معمره جيدا لانه ما راهيش غامقه. نتوما اذا كانت الملعقه تاعكم تجي هذاك النوع الغامق ديروا ملعقه كبيره مملوءه جيدا تكفي. راح نضربوا جيدا الخليط تاعنا حتى نشوفوا بلي الفارينه صاي دخلت كامل. بعدها راح نقسم الخليط. بالنسبه للخليط الابيض لازم يكون اكثر من الخليط الشوكولا، يعني ضروري هذه الخطوه. انا يديت كميه من الخليط الابيض. بعدها راح نغربلوا عليها 2 ملاعق كبار من الكاكاو البني، النوعيه الجيده اكيد، يعني تلعب دور بزاف مهم في الحلويات تاعكم. هنايا درت 2 ملاعق كبار من كاكاو البني ودائما لازم تغربلوهم. بعدها نخلطوا جيدا حتى نتحصلوا على قوام يكون مثل المسكوتشو، يعني كما تعرفوا الكاكاو هنايا يلعب دور، وفي نفس الشيء الفارينه تتشرب هذا النوع من الكاكاو، لذلك خذوا حذركم كي تكونوا تضيفوا الكاكاو. هنايا بالنسبه للكاكاو اذا درتوا 2 ملاعق كبار وجاتكم الخليط تاعكم ناشف ولا شويه حاكم روحو، تقدروا تضيفوا له ربع كاس من الحليب، يعني كما قلت لكم الفارينه والكاكاو كاين اللي تشربوا وتنشف معكم، لهذا اذا شفتوها نشفت معكم ضيفوا لها حوالي ربع كاس، حوالي 5 ملاعق كبار من الحليب يكون دافي باش تعاودوا تحلوا الخليط تاعكم ويجيكم شويه سائل. هنايا راح نجيبوا المول تاعنا بعد ما دهنته بالزيت ولا المارغرين، راح نغربلوه بالفارينه ونخليه الى جنب. يعني انا المول هذا دائما نوجده قبل ما نحضر الوصفه. كي شافت المول تاعها يلصق مليح يعني حضروه وديروه مباشره في الثلاجه باش كي ديروا الكيك تاعكم كي تنحوه يجيكم سهل. هنا خياتي راح نجيبوا المسكوتشو تاعنا ولا عجينه المسكوتشو الابيض، راح نديروا كطبقه صغيره في البدايه. بعدها راح نجيبوا ذوق الشوكولا وراح نديروا في الوسط فقط،
يعني ما نلحقوش كامل للاطراف، في الوسط فقط. راح نزيدو نجيبو الخليط الابيض وراح نزيدو كمرحله ثانيه، وراح نغطي كامل الطبقه تاع الخليط الكاكاو، يعني خليط الشوكولا. يعني ضروري تغطوه جيدا. شوفوا كيفاش راني نفرغ معاكم، يعني طريقه جد سهله. هنايا باش نتحصلوا على شكل رخامي يجي شباب، ونفس الوقت الشكل تاعو بزاف رائع. هنا راح نستوي بالملعقه، يعني راح نغطي كامل هذاك الخليط الكاكاو ولا الشوكولا. بعدها راح نزيد نجيب خليط الشوكولا وراح ندير طبقه ثالثه كما راه واضح معاكم في الفيديو. طريقه جد سهله باش تحصلوا على كيك اكثر من رائع. راح نكمل كامل الطريقه بنفس الخطوات. يعني هنا راح نكمل نغطي كامل الخليط تاعنا بالباقي الخليط الابيض كما راه واضح معاكم في الفيديو. كما قلت لكم ضروري الخليط الاسود يتغطى كامل بالخليط الابيض. يعني طريقه جد سهله، وهذا المسكوتو تقدري تحضريه في وقفه قهوه العصر، يعني 5 دقائق وانتي حضرتيه بطريقه جد سهله، ومقادير جد بسيطه متوفرين في كل بيت. اخياتي اعتذر نسيت ما ذكرت لكمش في الخليط الابيض تقدروا تنكهوه بالفانيليا ولا مبشور الليمون او اي عطر متوفر عندكم. انا للاسف نسيته، ولهذا حبيت نذكركم باش تجي النكهه تاعو بزاف بنينه والرائحه تاعو زاكيه. انا خياتي راح نجيب كيردو ولا عود شواء هذا، وراح ندير هذه الطريقه يعني باش تجينا رخاميه وفي نفس الوقت يجي الشكل تاعها الشباب. هنا درت الخطوه هذه باش نخلط الخليط الابيض مع الاسود، وهنايا راح ندير الخطوه هذه باش يجيكم منفخ في الوسط ويجيكم طالع. انا من الاحسن تكونوا مشعلين الفرن على 160 درجه. بعد ما تحضروا الكيك تاعكم راح تخلوه حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق وتدخلوه مباشره على 160 درجه، وما تحلوش عليه حتى يطيب لكم تماما. وهو الكيك تاعنا راه واجد معايا، يعني معاكم بكل سهوله، واكيد حتى تخلوه يبرد تماما باش يجيكم سهل. شوفوا الكيك تاعي كيفاش جا منفخ وجا مشقق. يعني تبعوا فقط الطريقه وتتحصلوا على اروع كيك ممكن تحضروه. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري. انا كان عندي شويه مربى المشمش، راح ندير كميه هكذا فقط في الوسط، وراح نجيب بنسو وراح نمشيها كامل في الاطراف. هنا تقدروا تستعملوا شوكولا، تقدروا تستعملوا اي نوع من التزيينات متوفره عندكم في المنزل. يعني هذا الكيك اقتصادي، يعني تقدروا حتى تاكلوه هو هكذا، يعني بهذا التزيين البسيط. هنا راح نجيبوا شويه كاوكاو ايفيلي وراح ندير له هكذا يعني من الفوق. تقدروا تحمصوا الكاوكاو هذا يعني باش يجي اللون تاعو ذهبي، ولكم الاختيار. هنايا راح نقسم لكم شويه باش تشوفوا القوام تاعو من الداخل. هنايا مازال سخون شويه، لهذا حاولوا نتوما خليوه حتى تبرد وتقسموه. شوفوا راه مازال سخون. شوفوا كيفاش يجي، يعني يجي خفيف وهشيش يعني ويجي طري ما شاء الله. يعني الشكل تاعو بزاف رائع. هنايا شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي. راح نقسم لكم شويه يجي اكثر من رائع. ان شاء الله خياتي تجربوه القهوه العصر، وصفه تستحق التجربه. مشاهده ممتعه للفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو جديد ان شاء الله.